اخي طالما تعافى الرجال وزال البأس عنه، ليش لحتى ما تروح انت والنمس لعنده ليش؟ لك يا اخي هو يعني ما تعافى، لا يعني لساته شوي مخستة. لك والله شيشني ها بدو، ليش تعافى ما تعافى مخشتك ما مخشتك، خلينا نروح نسلم على الزلمه ما حلوه. لك اسمع يا لمس، يعني ما نروح لعنده قبل ما يتعافى ويرفسه منشان ما ننعدى. بعدين هو كثير مبسوط منك، قال لي شو هذا الصار اللي بيرفع الراس؟ الحق هيك قال لك؟ انا ما بحلف الا بالطلاق، ولا تخليني احلف. اسمع يا سلام. عن حق شو بدي اسالك لك لمس، انت شو عم تشتغل هلا؟ شو عم تشتغل؟ ما بتعرف شو عم بشتغل؟ لا والله ما بعرف عم ما بيعرف شو عم عم اشتغل بشو اسمه؟ هوليك بالله بسوق الهان، مالك دريان؟ والله عن حق كل عرب تعرف ياكل. جرب اللي عتالي، شو عم تشتغل؟ يعني بسوق الهان شو بدي اشتغل يعني؟ ما طلع كثرة هالغلبة هي تبعك، فعلا طبع عليك المثل، قالوا لك كثير الغلبة نص الدنيا إلك، قال له النص الثاني يمين. مش هيك لشوف، مش هيك كنت مساكت. خلي اختي ام بدر تاخذ لهم اياها للجماعه وتقول لهم هي من صهركم، هيك. راسي بس هي ليش هيك مشوها من هون ما طوش منها شقفه؟ وانت شو دخلها؟ انت بدك تاخذها؟ خلي اختك ام بدر تاخذ لهم اياها واسكت. ام بدر مرتي يا اخي، اختك ام بدر. شو بك لك ابدا؟ شو بك مهموم مالك على بعضها؟ والله ما بعرف شو بدي اقول لك، يعني ما لحالي انا اللي واصل لها، يعني شغل ما في وغلا، وانتم ورطتوني بهالعده ولحشتها بالدكانه. اسمع لك نمس، اسمع اخي، معناتها مالك غير الشيخ مسعود. منو هذا الشيخ مسعود؟ بركاته